لما رجع محمد من السفر لقى هند زوجته وشها أصفر وتعبانة ومش مشتاقة لرجوعه زي كل مرة. حتى هو نفسه ما كانش متلهف لبيته وأسرته ومش عارف السبب. بعد يومين من رجوعه هند تعبت جدا وراحوا بيها المستشفى، وهناك قالوا لهم إنها محتاجة تغسل كلى ضروري وعندها فشل كلوي مفاجئ. الصدمة كانت كبيرة بالنسبة لهم. الحمد لله لما حكى محمد لشيخ المسجد صاحبه قال له حاول تاخد بكل الأسباب، يمكن يكون حد أصابها بالعين. لو عرفت توضي اللي تعرفهم وتخليها تغتسل بالمية دي يمكن تكون سبب في شفائها. محمد قال له إن هند طلبت منه أكتر من مرة الطلب ده، بس هو اتحرج وخاف إن الأهل يزعلوا منه وما كانش عارف إزاي يفتحهم في الموضوع. في نفس التوقيت ده الزلازل كانت منتشرة في المكان اللي هم ساكنين فيه، والبيت اللي كانوا ساكنين فيه كان بيت عيلة قديم وكانوا متمسكين بيه بسبب الذكريات. محمد انتهز الفرصة واقترح عليهم إنهم ينقلوا الفترة دي في بيت تاني ليهم لأن البيت ده ما بقاش أمان، ونقلوا فعلا كلهم لهناك واتجمعوا في مكان واحد لغاية ما يجهزوا باقي الأماكن. محمد انتهز الفرصة وبوظ السباكة وحط جردل تحت الحوض، وكل اللي كان يدخل يتوضى مية وضوءه تنزل في الجردل ده. أخدها محمد على طول من غير ما يحرج حد ووداها لزوجته في المستشفى. والغريب إن هند أول لما اغتسلت حست إنها رجعت نشيطة جدا والألم اختفى فجأة، ورجعوا عملوا التحاليل وكشفوا عليها تاني ولقوا الكلى بتاعتها سليمة ومفيش أي خلل فيها. أحيانا بنتعب عضويا وده بيكون ابتلاء من عند ربنا وبيكون سبب الشفاء عند الدكاترة، وأحيانا الحسد أو العين هما اللي ممكن يسببوا الأمراض العضوية للإنسان. تجربة هند ومحمد فكرتني بالجملة الجميلة دي، اسمعوا كده معايا: ألا رب تشويش يقع في العالم والمقصود منه سكون واحد. تاني: ألا رب تشويش يقع في العالم والمقصود منه سكون واحد. معناها ايه بقى الجملة دي؟ في قصة سيدنا يوسف عليه السلام لما اخواته رموه في البئر، كانت سيارة معدية ربنا خلاهم يحتاجوا مية في الوقت ده بالذات علشان يروحوا يملوا من البئر وينقذوا سيدنا يوسف عليه السلام. يعني انت ممكن تكون نايم في سريرك وربنا مش بس يسخر لك الأسباب، لأ ده هيسخر لك الكون كله. البيت القديم والزلزال وقرار النقل المفاجئ كل ده تشويش ساعد على سكون هند وشفائها بإذن الله. طيب في دليل بقى على الاغتسال ده في السنة؟ في دليل، اسمع كده. قالت عائشة: كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. العائن يعني اللي أصاب غيره بعينه بيتوضأ وضوء عادي هنبينه كمان شوية. المعين اللي أصابته العين كان بيغتسل بوضوء العائن ده. طب تعالوا كده نبص بصة قريبة على بيت معيون. ايه الأعراض اللي بتكون ظاهرة على أهل البيت ده؟ ابنهم في أجمل فترة من فترات حياته وتسمعه بيقول بدون مقدمات أو أسباب: أنا حاسس إن أنا هموت قريب. الإحساس بالموت. بنتهم اتخرجت من الكلية بتقدير ممتاز وفرحانة وأهلها فرحانين وتلاقيها بتعيط فجأة بدون أي سبب. البكاء بدون سبب. الأب يلاقي نفسه فجأة كسلان كسل شديد جدا، كسل مش طبيعي، مش عايز يروح حتى الشغل، كأن في جبل على قلبه، ولما يخف من العين يحس إن هو خفيف. الكسل الشديد. الأم تجيب لها هدية عادي مش حاسة إن هي فرحانة، حد مات عندها عادي مش حاسة إن هي زعلانة، كأنها تمثال من الشمع. تبلد المشاعر. نسيان بقى مش طبيعي عند أهل البيت. الأم تنسى الأكل على النار، تحط الحاجة في مكان وما تفتكرش، ممكن تكون لسه قايلة كلمة ومش عارفة هي قالتها ليه. درجات الامتحان بتاعت الأولاد 0. ليه؟ لأن مفيش ذاكرة، في نسيان. ايه كمان؟ الاكتئاب الشديد والشعور بالانتحار، كل حاجة قدامهم سودة. تيجي تقرأ القرآن عليهم أو هم يقرأوا بنفسهم يلاقوا نفسهم بيتوبوا كتير، وممكن التثاؤب ده يكون بدموع كمان. تعالوا بقى نشوف دليل على وجود العين من السنة النبوية. في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم
فاغسلوا. ننزل بالشرح. العين حق، يعني أي حد ممكن يؤذي أي حد أو حاجة بعينه، ده ثابت وموجود. وتخيل انت ممكن تأذي نفسك أصلا بعينك لو عجبتك حاجة في نفسك وانت ما قلتش اللهم بارك. ممكن كمان تأذي حيوان أو جماد. ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. الجملة دي خطيرة جدا، بتوضح خطورة العين. يعني معناها ان ربنا لو كان مقدر لحاجة في وقت معين ان هي تحصل، ممكن بسبب عينك الحاجة دي تبوظ قبل الميعاد، وبرضو كله بقدر ربنا سبحانه وتعالى. اسمع كلام ربنا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وإذا استغسلتم فاغسلوا. أهو ده أمر، علشان محدش بقى يقول ايه التخاريف دي، انت ازاي تطلب مني كده، هو انا حسدتك؟ ده أمر أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. بس انا محرج اطلب من حد مية وضوءه، مش عارف اجيبها له ازاي. هو كده ممكن يفتكر ان انا بقول عنه ان هو عينه وحشة. مع الأسف عندك حق، كلنا محتاجين اننا يكون المرجع الاول لينا هو حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحتاجين نجدد ثقافة انك ممكن تصيب حاجة بالعين غصب عنك. ده مش معناه ان عينك وحشة، لا، ده معناه ان انت مثلا نسيت تبارك الحاجة دي وتقول اللهم بارك. يبقى لازم تصلح غلطك عادي جدا بصدر رحب، وتتوضى وتديله مية وضوءك يغتسل بيها من غير إحراج، من غير زعل. طب هل في مخرج تاني لو أنا مش عارف أطلب منه مية الوضوء؟ في حسب اجتهاد العلماء قالوا إن ممكن بقايا المية في كوباية المية اللي هو شرب فيها أخدها وأحطها على مية تانية واغتسل بيها، والله أعلم. طيب لما احنا اتكلمنا عن البيت اللي هو أصابه العين قلنا إن هما بيتوبوا كتير، هل ده دليل على الحسد أو العين؟ مفيش دليل لا في القرآن ولا في السنة، لكن هو اجتهاد من العلماء الأفاضل حسب التجربة والخبرة ومن على ألسنة الناس. بيقولوا إن ده بيدل إن الإنسان معيون أو محسود، ولما بيتاوب بتخرج العيون المتراكمة جوه جسمه. واسمع كده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيقول فيه: على ما يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. يعني الحسد ممكن يقتل اللي قدامك، يتعبه لدرجة إن هو يموته. يبقى اللي يشوف حاجة تعجبه في اللي قدامه فليدعو له بالبركة، اللهم بارك، ربنا يزيد، ربنا يبارك. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في بيت أم المؤمنين رضي الله عنها أم سلمة جارية في وجهها سفعة، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. سفعة يعني سواد وشحوب، حاجة كده زي بقعة في وشها. استرقوا لها يعني حد يرقيها، فإن بها النظرة يعني أصابتها العين. وخلي بالك العين دي ممكن تكون من الإنس وممكن تكون من الجن، فانت حتى وانت قاعد في بيتك لوحدك ومع نفسك لازم تتحصن بالأذكار. لو حد جالي وطلب مية وضوئي، خد ثواب واديهاله. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. كيفية الوضوء بقى بسيطة جدا، هتجيب طبق وتغسل ايدك فيه، وبعدين تتمضمض وتغسل وشك كله جوه الطبق، وبعدين نغسل المرفقين فقط، يعني الكوع اليمين وكوع الايد الشمال، وبعدين الركبتين، الركبة اليمين والركبة الشمال، وبعدين نغسل أطراف القدمين يعني الكعبين فقط، وبعدين داخلة الإزار. داخلة الإزار يعني لو انت لابس بنطلون من فوق عند الأستك بتاع البنطلون من الجنب عند العظمة جهة اليمين وجهة اليسار من فوق، بتاخده يكون ملامس لجسدك من الجزء اليمين أو اليسار، وبرضو تحطه في الطبق ده. وبعدين نروح للشخص المعيون ونصب عليه المية دي كلها مرة واحدة من ظهره، من أول راسه كده وظهره هنصبها عليه من الخلف بإذن الله. لو الشخص ده كان معيون هيقوم كأنما أنشط من عقال، يعني هو كأنه كان مربوط بحبل وتفك عنه وبقى خفيف وسليم بإذن الله. هل في برامج علاجية تانية غير مية الوضوء؟ في إن شاء الله هنوضحها في الحلقات القادمة. قناة أبيض: وكيف يداري المرء حاسد نعمة إذا كان لا يرضيه إلا زوالها.